وهلا رجعت لكم بفيديو جديد لكل ست بيت متقنة عندك طماطم وبلشت تطرى مو عرفانة شو تعملي فيها. تعي اقلك على طريقتنا الشامية. هنبلش هلأ بالأساس. جبنا البندورة، مو أي بندورة، بدنا إياها تكون حمرا وخجولة ومستوية مليانة طعمة، مو ناشفة وباردة. غسلناها منيح وفركناها مثل كأنها راجعة من سفر طويل. وقومي على السريع لاقيلي أكبر طنجرة عندك وحطيلي فيها مي وزتيلي هالبندورات حبة ورا حبة وحطيها على الغاز لحتى تسخن شوي. وبلشنا بتقشيرها وهي ساكتة وما اعترضت، قطعناها قطعناها منها وردينا سوينا نفس الطريقة لحتى خلصت معنا كل الكمية. شوفولي كيف عم تتقشر بكل سهولة، بس خلصت معنا كل الكمية قطعناها. ويا عيني يا عيني على هالمنظر. وعلى النار يا حلوين كبيناها بطنجرة كبيرة وبلشنا نسخنها من دون مي ولا زيت، وهي لحالها بتنزل المي تبعيتها. بس لا ننسى نحط معنا شي 3 معالق كبار ملح او حسب الرغبة، وخليها تغلي. ومنخليها تغلي وتتكاتف شوي مشان ما تكون سايلة وتغرق لك الأكل. مرطباناتك لازم يكونوا جاهزين، عقميهم على السخن يا عسل، يا بالمي المغلية ويا بالفرن. وهلأ وقت الجد عبي العصير وهو سخن دغري بالمرطبانات، وخلي مساحة صغنونة فوق وسكريهم منيح. وبعد ما تسكري المرطبان اقلبيه على راسه شوي ليعمل تفريغ هواء، وجيبي صينية عندك فيها شوية مي وحطيها على الغاز حتى تتأكدي انه انضغط. وبعد كل هالشغل والتعب البندورة هلا قاعدة بالمرطبانات نايمة ومرتاحة، بس جاهزة تنط على الطنجرة بأي لحظة تقوليلا.